الفاكهه، احنا عندنا تقليد في المجتمع المصري للاسف الشديد، احنا على طول ناكل وبعد كده كل الفاكهه على طول بعديها على طول، وده يمكن غلط طبيا وعلميا يعني. اكيد هو الناس هنا في مصر او مثلا في بعض المناطق العربيه بيحلوا بالفاكهه، حتى لما بيسافروا بره مثلا يبقى في مؤتمر او اي احتفال بيجيبوا لهم الفاكهه في الاول، فبيستغرب بيقول لك كده هم مش عايزين ناكل ولا ايه؟ لا احنا لازم نغير العاده دي عند العرب والمصريين كلنا، وان احنا نتناول الفاكهه في الاول. ليه؟ لان تناول الفاكهه بيشجع على تناول المزيد من الفاكهه، لان الفاكهه ايضا بتبقى قليله عند المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع المصري. الحاجه الثانيه ان اتضح فعلا ان في انخفاض في تناول الفاكهه عند الاجيال الحديثه في القرن العشرين الاخير النص بتاعه ودلوقتي برضه، وده ارتبط بزياده امراض العصر حوالي 25 مرض، من ارتفاع ضغط الدم والسكر والحساسيات وايضا السرطانات وزياده الوزن، كل ده عشان قلت الفاكهه في المجتمعات الحديثه. ده كمان اما بتاخد الفاكهه قبل الاكل ده بيخليك تتحكم في الوزن، بيخليك تشعر بالامتلاء لان فيها الياف، والالياف بتنتفخ في الامعاء، وده بيخليك عندك عازل بيمنع ارتفاع السكر، ده مهم جدا. ارتفاع السكر بعد الاكل، ارتفاع الدهون بعد الاكل، ويقلل من السرطانات ويقلل من الحساسيات ويقلل ايضا من زياده الوزن ويخلي الواحد شبعان. كمان انت ما بتاخد الفاكهه بشكل عام قبل الوجبات، ده طريقه جميله جدا ان انت تاخد حصه جيده من الفيتامينات والمعادن وتبقى سهله جدا تاخدها، يبقى ده بيخلي الوجبه متوازنه والوجبه مفيده صحيا. طب دكتور مجدي، اللي بيتناول الفاكهه على معده فارغه هل ده بيساعد على امتصاص العناصر الغذائيه في الجسم؟ طبعا افضل. كمان الفاكهه قليله في السعرات الحراريه، فده برضه مهم قوي. بس برضه مش هننسى ان الفاكهه قد الخضار 3 مرات في السعرات الحراريه. فانا برضه بفضل مش بس ناخد الفاكهه، ناخد كمان سلطه، عكس الناس ما هي فاهمه، ناخد سلطه ونستنى شويه قبل الوجبه ما تيجي. وانا دايما بقول للامهات اللي عندهم اطفال عندهم حساسيه وعندهم زياده الوزن، انت خليكي بطيئه في عمليه اعداد وطبخ الطعام. الولد جعان اديله تفاحه، اديله طماطميه، اديله خيار، اديله حاجه لهيه شويه لحد يقول لا لسه الاكل ما خلصش. طب دكتور مجدي، يعني عشان ننظمها بالوقت كده مثلا، يعني انا مثلا عندي وجبه مثلا وجبه الغداء مثلا، يعني هتبقى مثلا الساعه 2 مثلا، انا مثلا اكل قبلها الفاكهه بقد ايه بوقت كافي بحيث ان هي كمان من 12 ونص واحده ابتدي، بحيث حتى في زياده في الوزن عندنا. اما بتاخد الفاكهه بتحس ان انت مش هتاكل اكتر، يبقى بعد كده يبقى بتاكل النضر اليسير. وخلي بالنا برضو ان في الفاكهه مش معناها يقول لك لا انا هجيب حاجه مجمده او هجيب حاجه محفوظه او حاجه عصير. يفضل ناخد الفاكهه الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عليها، لان فيها الالياف وفيها مضادات الاكسده، ودي حاجات مهمه جدا ناقصه في المائده الحديثه. ودي اللي كمان المركبات الفايتو اللي فعلا محتاجينها للمناعه والاقلاع من كلمه سرطانات. بعد الاكل بقى، لو انا اكلت الفاكهه بعد الاكل تعمل لي ايه؟ طب عاده سيئه بتخليني اتعود ان انا لازم، معلش بنسميها كلمه الرمرمه ان انا بعد ما اكل ببقى عايز اكل ثاني وثالث ورابع. طب عاده عندي قاعده على التلفزيون عامل واحد. طب ما بعد الغداء يعني او الوجبات الدسمه الواحد بيبقى عايز يحلي زي ما حضرتك بتقول، طب هنرجع لايه؟ يعني هناكل بسبوسه وكنافه هتخنا اكتر، ناكل فاكهه طلعت مضره. لا دي ثقافه عندنا، احنا عايزين نحلي، عايزين حاجه سكره. ده عشان ده حاجه مره اكلمك على الثانيه عليها، ده حاجه اسمها ادمان السكر. ادمان السكر خلانا احنا كل عايزين حاجه حلوه، عندنا في حفله عندنا زعلانين فرحانين بناخد حاجه سكر عشان احنا هم المصريين كده يا دكتور بيحبوا السكر في كل حاجه وفي كل المناسبات. طب هي كمان برضه شيروت، احنا ممكن برضه العمليات تبقى منظمه كمان بعد الاكل يا دكتور، يعني مثلا انا لو اكلت وجبه الغداء ممكن بعدها بفتره بكام ساعه كده اتناول فاكهه بعديها، مش لازم يبقى شرط على طول 3 ساعات. لان انت لو عملت كده بتعوق عمليه الهضم، يتاثر، ده بيخلي فيه نوع من الانتفاخ وتبقى فيها اثار سيئه. بس عايز اتكلم بس على حكايه ادمان السكر. ادمان السكر بيؤديني الى 80 آفة صحيه. 80 ادمان السكر الابيض. انا بقالي 10 سنين ما تناولتش السكر الابيض تماما، باكل عسل النحل ما فيش مانع، اكل تمر، لكن بعدت خالص عن السكر الابيض اما عرفت ان نفس خلايا ادمان السكر هي نفس خلايا ادمان الهيروين والكوكايين. انا مش عايز اعمل كده ولا اسرتي كلها. يبقى احنا لازم نعمل العاده دي نشوفها خالص من المائده المصريه، ونعرف ان مهم قوي ان احنا يبقى الفاكهه دايما قدامنا قبل اعداد وحتى في تناول الطعام. احنا كمان شايفين ان في اطفال صغيرين بيجي لهم مرض السكر وهم في سن صغير جدا، يعني حضرتك برضو تنصح الامهات ايه الوجبات اللي ممكن ان هم يقدموها لهم من خلال تكون فاكهه؟ هو في اسباب لانتشار السكر دلوقتي في الوطن العربي بشكل عام، واحنا للاسف في 10 دول في العالم عندها سكر، فيها 6 دول عربيه. لان البترول لما ظهر في بعض المناطق في الخليج
وزياده الدخل الاقتصادي عند بعض الدول خلت الناس يبقى عندها وله ونهم شويه، ده خلى في زياده في السكر في الفتيات وفي الاجيال الحديثه، وده خطر كبير جدا لانه بيبقى في مشاكل بعد كده في المناعه والقلب والكلى والاعصاب والعين. المشكله دلوقتي ان اولادنا بيفتكروا لازم نربيهم على الصح، مفيش حاجه اسمها حلوه، الحاجه الحلوه عندي هتبقى هديك فاكهه او خضار، ده الحاجه الحلوه، او هعمل لك حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه برضه مهمه جدا في السكر دلوقتي اللي هي وباء قله الحركه. في حاجه منتشره دلوقتي اللي هي قله الحركه، قله الحركه بتؤدي الى زياده الوزن، وزياده الوزن من احد العوامل اللي بتخلي السكر يجيني. بعد كده كمان في حاجه برضه مهمه جدا في تدمير الخلايا اللي بتطلع هرمون الانسولين اللي هو اصلا المفروض بيظبط عمليه السكر وبحتاجه عشان استفيد من الجلوكوز. في احنا بعض العادات الغذائيه الخاطئه بيدخلوا اللبن بدري، تخلي اللبن بدري او بعض الاغذيه بدري قبل سنتين في مرحله الرضاعه، بعض الناس بيخلي الجهاز المناعي بتاعنا يتعامل معاها انها بروتينات غريبه ويبتدي يدمرها، وهو بيدمرها بيحصل حاجه زي النيران الصديقه، يروح ضارب معاه الخلايا اللي في البنكرياس اللي بتطلع الانسولين. بعد كده بيبقى ده من احد الاسباب اللي غير معروفه عند الناس ولكنها مهمه جدا في حدوث السكر. وهتلاقي تقريبا 90 ل 98% من الناس اللي عندها 60 سنه دلوقتي اللي جالهم سكر اتاري هم دول كانوا بياخدوا لبن ابقار بدري في مرحله الرضاعه.